وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله تعالى الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا محمد ابن عبد الله أفصح من نطق بالضاد وخير من جرى لسانه بالعربية، من ولد معد ابن عدنان ويعرب ابن قحطان، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين لهم بإحسان ما اختلف الليل والنهار. المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور من حيث نهضتها وانتشارها في العالمين، حيث نبحر معا في عالمها العميق. وهذه الحلقة تتناول أضواء على تاريخية اللغة العربية في بلاد الصومال. واللغة العربية أو اللغة عبارة عن ظاهرة اجتماعية تستخدم لتحقيق التفاهم ووسيلة للتخاطب والتواصل والتفاهم والتعبير عن المشاعر والأغراض بين أبنائها. واللغة العربية من اللغات العالمية التي لها جذور في التاريخ اللغوي، ومرت بمراحل مختلفة كغيرها من لغات أهل الأرض الأخرى، غير أنها تمتاز بمميزات كثيرة. فالعربية هي الوعاء الحقيقي للتراث الإسلامي وتاريخه، وهي اللغة التي اختارها المولى لتكون محفظة قرآنه، ومن خلالها وصل إلينا حكم الغابرين وعلومهم، وبنثرها ونظمها، كما أنها وعاء لكثير من العلوم والفنون التابعة لها والملحقة بها. وهي لغة غنية بقواعد تضمن لها البقاء رغم أنف من يحاول محوها من قواميس اللغات الحية وينبئ لها الاندثار. هذه اللغة التي تعرضت لحروب كثيرة شرسة من قبل أعداء الإسلام حتى يبعدوا المسلمين عن دينهم، لأن اللغة العربية هي التي تفهمهم القرآن والسنة النبوية وبها يتعبدون. ويسعى ليل ونهار إلى حياكة المؤامرات لها، وهي لا تزال تغزوهم في عقر دارهم وتغض مضاجعهم وتنتشر في كبريات العواصم عندهم انتشار الجراد عكس ما هم يتوقعون يخططون. هذه اللغة غزت بلاد الغرب وبلاد الأمريكان عامة. هنالك جامعات باللغة العربية وهنالك مدارس باللغة العربية في بلاد كانت تحارب اللغة العربية في بلادها، سواء كان في أفريقيا أو في بعض الدول الإسلامية والعربية في قارة آسيا. وتمتاز العربية عن غيرها من اللغات الأخرى بمميزات كثيرة، من أشهرها سهولة تعلمها. العربية سهلة التعلم ابتداء من كتابتها وقراءتها، ومرورا باستخدامها في التخاطب العادي بين بني البشر، وانتهاء إلى التعمق فيها بما لها من علوم شتى. فالطالب الصومالي مثلا كالعادة يلتحق بالخلاوي القرآنية في وقت مبكر، وتحديدا في 6 من عمره، ويبدأ تعلم العربية بصورة مباشرة وغير مباشرة، ولا يخرج من الخلوة أو الكتاتيب حتى يحفظ القرآن الكريم حفظا وإتقانا، ناهيك عن الكتابة والقراءة التي يقوم بإتقانها في الشهور الأولى من الدراسة. ثانيا، تميز قواعدها
للعربية قواعد تخدم لها وتبقيها على رونقها حتى لا تتآكل. هنالك قواعد تلتزم بها اللغة العربية، ما يسمى النحو والصرف والبلاغة وغير ذلك من العلوم العربية، وتلك القواعد تبدأ معها السير منذ تكوين الحرف الأول من الكلمة، وتصحب معها حين تبني الجملة من الكلمة، حين تبنى الجملة من الكلمة، ولا تفارقها حتى في حين ضم الجمل بعضها، يعني تراكيب إلى بعض نظما ونثرا. قواعد لا يوجد لها مثيل عند الأمم الأخرى. إذن هذه الشروع والقواعد تضمن استمرارية اللغة إلى زمن طويل وتحفظها من ضياعها في اللغات الأخرى. لذلك نجد علماء اللغة العربية كتبوا وألفوا وصنفوا في قواعد ونحو اللغة العربية وصرفها، حتى حفظ لنا التاريخ هذه الكتب إلى يومنا هذا. كونها ثلاثة، كونها لغة دين. من مميزات اللغة العربية كونها لغة الوحي الإسلامي، أي نزل بها القرآن الكريم، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من نطق هو من قريش، ينطق اللغة العربية، لغته الأم هي اللغة العربية، ولذلك تحفظ لملايين من المسلمين هويتهم الإسلامية. اللغة العربية هي هوية، ليست انتماء للعرب جنسا أو قبيلة، إنما هي هوية المسلم أن تكون اللغة العربية هويتنا، وتمثل رمزا لحضارتهم ومدينتهم التي كانت تسود العالم المتحضر لقرون خلت، وصاحبت الفتوحات الإسلامية ورايات التوحيد لتصل مناطق شاسعة من العالم الشرقي والغربي. ما هي التحديات التي تواجه اللغة العربية في الصومال؟ أولا الاحتلال الغربي. هذا الاحتلال نجد في كتب التاريخ يطلقون عليهم كلمة الاستعمار، والاستعمار من التعمير والبناء، ولكن هم احتلوا وخربوا هذه البلاد وجعلوها أسفل السافلين من الدول العالم. رأى الاحتلال الغربي اللا طمع له من الفوز في تنفيذ أجندته الاحتلالية في ظل انتشار العربية في محتلاته الإسلامية. لذلك سعى المستعمرون أو المحتلون بكل ما أوتوا من قوة مادية ومعنوية جاهدين في إزاحة اللغة العربية الفصحى عن الحياة الاجتماعية. لذلك جاءوا بالقومية العربية وباللهجات العربية، اللهجة المصرية واللهجة السورية واللهجة المغربية واللهجة الجزائرية وهكذا. يعني اجتهدوا في إنشاء هذه اللهجات لكي يصادموا بها اللغة العربية الفصحى. وحتى الدينية، ونشروا بعد الإشاعات حتى ظهرت دعوة تدريس المواد الدراسية باللغة الإنجليزية، هذا في الصومال. منذ بدأ أو منذ عرف كان يتكلم باللغة العربية ويكتب باللغة العربية، وحتى اللغة الصومالية حينما فرضت على الشعب الصومالي كانت تكتب بالحرف العربي. وتبوأت اللغات الإيطالية والإنجليزية والفرنسية. ما علاقة الصومال الآن بالإيطاليين؟ وما علاقة الصومال بالإنجليز؟ وما علاقة الصومال بالفرنسية، ما يسمى جيبوتي الآن بالصومال الفرنسي، بعدما كان يسمى الصومال الكبير الذي يضم كل هذه الأراضي المسلمة. ما علاقة هؤلاء الآن بالإيطاليين؟ هم محتلون فقط، ولكن فرضوا لغتهم حتى يبعدوا الناس عن اللغة العربية. وتبوأت هذه اللغات الإيطالية والإنجليزية والفرنسية محل العربية، وصارت
تستخدم في مجال الإدارة والتعليم والدواوين الحكومية، واقتصر دور العربية في التعليم الديني بعد أن كانت تشمل كل ذلك، بيد أنه كان يمشي بجانب هذا المخطط لمحو العربية رفض شعبي كان مدفوعا من قبل علماء الدين والمثقفين، الأمر الذي مكن العربية من احتفاظ مكانتها في الصومال ولو رمزيا، وأصبحت اللغة العربية اللغة الثانية في حكم الدستور في عام 1972. أقرت أن تكون اللغة الثانية بعد اللغة الإنجليزية في الصومال. ومع هذا المخطط الاحتلالي الذي يهدف إلى عزل اللغة العربية عن الحياة الاجتماعية وحصرها في المظاهر الدينية، أولا أن تكون فقط في المساجد، أن تكون فقط في المعاهد الدينية، ليس لها علاقة بالمجتمع العام أولا، ثم القضاء عليها نهائيا، يعني يحصرونها في المساجد في دور العبادة وفي المعاهد، ثم بعد ذلك يقضون عليها نهائيا. ومع هذا كله لا زالت العربية حيا رغم أنف العدو تتمتع بالشعبية المطلوبة، فهي تفرض نفسها بقوة لأسباب منها، أولا أنها لغة القرآن الكريم، والقرآن الكريم محفوظ بنص الآية. والشعب الصومالي شعب مسلم 100%، لا يوجد بينهم مسيحيون ولا يهود ولا غير ذلك، إنما هم 100% مسلمون. ثانيا أنها غنية بمفرداتها وقواعدها المرنة، جميلة، اللغة العربية لغة جميلة، ولذلك كل اللغات العالم تأثرت بالمفردات العربية. إنها ثالثا سهولتها والمرونة الكاملة فيها، وتستطيع أن تتعايش هذه اللغة مع المخترعات الجديدة وهكذا. وقدرة المتحدثين بها على التوليد والتخريج والاشتقاق، هذا علم من علوم العربية، الاشتقاق والتخريج. رابعا إنها تستمد شرفها من الاختيار الإلهي لها بإنزال القرآن الكريم في مجتمع القريش الذي كان يتكلم اللغة العربية. خامسا أنها تمثل قمة الفصاحة والاستقامة التي لا اعوجاج فيها. مشاهدي الأعزاء، إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الأعزاء، ونواصل ما انقطع من الحديث في بداية الحلقة، وهي بعنوان أضواء تاريخية على اللغة العربية في الصومال الكبير. وليست اللغة العربية قريبة ولا حديثة عهد في القارة الإفريقية، وهذه معلومة تاريخية قديمة، وتعد اللغة الأولى في القارة السمراء. لو حصرنا الدول التي تهتم باللغة العربية الآن في إفريقيا لوجدنا ما يقارب 80% يهتمون باللغة العربية، فإذن هي لغة عالمية بالنسبة للقارة الأفريقية، دعك من الدول العربية الموجودة في العالم. ومن حيث عدد الناطقين بها كلغة رغم إن منبعها وموطنها الأصلي في الجزيرة العربية، هي لغة قريش،
إلا أن هذه القضية لا ينتبه إليها الكثيرون، بل ويلح البعض على إنها وافدة ودخيلة في المنطقة. هكذا يصفون اللغة العربية. وحينما تدافع عن اللغة العربية ينسبونك إلى العرب ويتهجمون عليك، ما علاقتك بالعرب وهكذا. ولكن نحن ندافع عن اللغة العربية لأنها لغة الإسلام، لغة القرآن، لغة رسولنا محمد خير الأنام. وتعد منطقة القطب الشمالي للقارة السمراء إفريقيا منطقة المغرب العربي المتمثلة في دول إفريقية عربية مثل مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب. هذه المناطق مناطق عربية، ولكن الغرب عمل فيها كل المشاكل في إبعادها عن اللغة العربية الأصيلة. ومنطقة الشرق الإفريقي إريتريا والصومال وكينيا والسودان، هذه المناطق كلها مناطق تنطق باللغة العربية. وجمهورية تشاد في وسط القارة، وتعد الآن اللغة الثانية في تشاد بعد اللغة الفرنسية. هكذا كانت اللغة العربية في بلاد أو في القارة الأفريقية. وكذلك موريتانيا الواقعة في منطقة قرب قبائل الشناقيط الذين نشروا اللغة العربية في موريتانيا وفي غيرها من بلاد غرب أفريقيا. والمعقل الرئيسي والموطن الأصلي للعربية ولهجاتها، فأصبحت اللغة العربية حينا من الدهر لغة الخطابة والمكاتبات لدى شعوب القارة الإفريقية رسميا. وإن المتتبع لتاريخ اللغة العربية في الصومال يجد إنها عميقة الجذور في تاريخ الشعب الصومالي قديما وحديثا، وإن التراث الإسلامي والعربي قد تزامنا في أرض الصومال قدم التاريخ. وإن جل مصادر ومراجع التاريخ تشير إلى أن اللغة العربية وصلت إلى منطقة الصومال قبل الإسلام، وإن العلاقة الوطيدة بين الصومال والجزيرة العربية لهي أوضح دليل على أن اللغة العربية كانت موجودة في الصومال قبل الإسلام بقرون، باعتبارها حدود مع الجزيرة العربية يفصلها البحر الأحمر. وتعد اللغة العربية بالنسبة للمسلمين لغة عقيدة كما ذكرنا، ولغة الفكر والحضارة والتاريخ، ولغة الرسالة التي يحملونها في الحياة وهي رسالة الإسلام. وفوق كل ذاك هي لغة كتابهم المقدس وهو القرآن الكريم الذي يتلونه صباح مساء. ولغة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم فهي بالنسبة إليهم ليست لغة قبيلة معينة أو شعب معين، وإنما هي لغة الأمة الإسلامية مهما اختلفت لغاتهم وألوانهم وأوطانهم وأزمانهم. وعلى هذا لم تعتمد الدعوة إلى الإسلام في إفريقيا على اللغات المحلية، بل كانت اللغة العربية دائما هي الوسيلة الوحيدة لتلاوة القرآن وتفسيره وفهمه، وللسنة المطهرة، وهي لغة العلماء في مجالسهم الدينية. ما هو الدور السلبي لحامل ثقافة المحتل أو المستعمر؟ هنالك طائفة من أبناء الصومال وغيرهم من أبناء المسلمين من بني جلدتنا ذهبوا وتثقفوا بثقافة المستعمر والاحتلال، فكان لهم دور سلبي تجاه اللغة العربية، بالإضافة إلى جهود المحتلين المذكورة آنفا. أنشأوا في الغرب جيلا من أبناء جلدتنا يذهبون بهم لكي يدرسوا الدراسات العليا، ولكن يأتون وقد مسحوا ومسخوا عن دينهم وعن لغتهم العربية،
وكانوا سماعون لهم ويحاربون اللغة العربية نيابة عنهم. لذلك تجد كثير من المسلمين الآن يحاربون اللغة العربية، كما في تركيا مثلا الآن العنصريون لا يريدون الحرف العربي أن يظهر في الشارع، هكذا. فهم هذه حروب أو محاربة من قبل أعداء الإسلام، ولكن ببني جلدتنا هم الذين يحاربون اللغة العربية ويدعون إلى تدوين اللهجات المحلية وتطويرها كالصومالية. الصومالية هي ليست لغة لكل القبائل الصومالية، إنما فرضت عليهم هكذا تكون بديلا عن اللغة العربية وتطويرها، أي هذه اللغات المحلية أو اللهجات المحلية لتسد مسد الفصحى العربية، إلى جانب تشجيع كل من ينحو إلى ذلك النحو. كانوا يشجعونهم كما رأينا اللغة العربية في مصر وفي غيرها من البلدان عبر التاريخ، وزجها في أعماق التاريخ لتصبح خبر كان كما يقولون، ولفك الارتباط بين العرب أنفسهم. حتى بين العرب لو ذهبنا الآن إلى الإمارات العربية لا نجد من يتكلم في الشارع العربي، بخاصة في مدينة دبي تتكلم اللغة الإنجليزية وفرضت عليهم. وكما قال أحد الناقدين من أهل الإمارات، قال بنينا العمارات، وهكذا يعني. إذن كتابة اللغة الصومالية القومية بالحرف اللاتيني حتى يبعدوا عن الناس شرف كتابة اللغة الصومالية بالحرف العربي. هكذا كان هنالك حملات طالت على اللغة الصومالية نفسها في عام 1391 الموافق لعام 1972، حيث نجحت بعد جهد جهيد في تدوين أحرف اللغة الصومالية بالحرف اللاتيني بعد أن كانت تكتب بالحرف العربي الشريف، بعد أن كانت تكتب بالعربية من قبل. وهذه كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقال في المثل، لأنها أمالت الكف إلى أحد طرفي الصراع الثقافي في بلد كان يعد عربيا حتى النخاع. وهكذا كان ما يسعى إليه أصحاب الثقافة العربية في الصومال. تبني اللغة الأجنبية في التدريس، فكلما زاد انتشار المدارس العربية كانت تظل العربية لغة الخطابة والمكاتبات لدى الشعب الصومالي. وإذا حصل العكس وتبنت المواقع التعليمية لغة أجنبية كوسيلة للتعليم، يزهد الناس عن تعلم اللغة العربية ويعزفون عنها إلى اللغة الأجنبية. وهذا ما حدث بالفعل، حيث هيمنت اللغة الإنجليزية على المجال التعليمي في الصومال، بينما بدأت اللغة العربية تتقهقر بشكل تدريجي وتكاد تنسحب من الساحة التعليمية. هذا بالإضافة إلى الجامعات والمدارس التابعة لدول خارجية الممولة والمخولة لنشر لغتها بكافة الوسائل الحديثة المدعمة بالحوافز التي ترتقي أحيانا إلى نقل المتفوقين فيها إلى الخارج. هكذا كانوا ينتخبون نخبة من الشعب ويذهبون بهم إلى الخارج لاستكمال دراستهم، ولكن يحشونهم بأفكار ضد الإسلام. وحينما يرجع إلى بلاده يطالب بالتدريس باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية وغيرها، وإبعاد اللغة العربية ويعدها من اللغة التي تخص العرب. هكذا نعم، باستثناء رغبة الشعوب الإسلامية فيها، فالمدارس الأهلية لدراسة اللغة العربية
مثلا مدرسة الشفاء لدراسة اللغة العربية كانت هذه موجودة في الصومال سابقا، ومعهد رمضان للغات وغيرها من المدارس والمعاهد الأهلية في مجال نشر اللغة العربية، لا تزال تكافح لأجل البقاء والصمود أمام هذا الزحف الممول. أصل كلمة الصومال، ما معنى الصومال؟ لأنه لكل مفردة لها مدلول. فأول ذكر لها في أنشودة حبشية تخلد انتصارات النجاشي إسحاق في عام 816 الموافق لعام 1499 ميلادية، كان على سلطنة إيفات عندما تقلب النصارى كما ذكرنا في الإمارات الإسلامية التي كانت على شاطئ البحر الأحمر والمحيط الهندي، ما يسمى بلاد الطراز الإسلامي. إحدى الإمارات التي سقطت عام 817، ثم ترددت كلمة الصومال بعد ذلك كثيرا في كده. يعني كلمة الصومال لم تعرف من قبل إلا في هذا الوقت، لأنه كان هنالك هذه المناطق لم تسمى بهذه الأسماء الجديدة الآن، مثل إريتريا وإثيوبيا والصومال وجيبوتي، إنما كانت لها أسماء قديمة، ولكن حولت بعد دخول الاستعمار أو الاحتلال إلى هذه البلاد، وتغيير المصطلحات إلى مصطلحات أقرب إلى الفكر الغربي، وإبعاد الكلمات والمسميات الإسلامية عن الشعوب العربية والمسلمة في ذلك الوقت. إلى حلقة جديدة بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي